حمدين. انتخبت مين حضرتك؟ السيسي. ليه السيسي؟ عشان انا ما بحبش حمدين. وليه ما بتحبش حمدين؟ عشان انا حمدين بالنسبه لي ما بحبوش يعني. وانا بصراحه مش من انصار عبد الناصر خالص، هو ماشي على نفس الخطوات وانا ماليش فيه خالص. بلس بقى ان هو حكاياته بقى مع الاخوان دي مش مفهوم بالنسبه لي خالص، فمش ناوي ياخد الريسك بصراحه. طب والسيسي ما هو بيتقال عليه برضه ان هو خليفه عبد لا الناصر. السيسي لا يعني مع الله اعلم بقى خليفه عبد الناصر ولا لا، بس هو ده بالنسبه لي اللي قدامي احسن بكتير من ياخد حمدين. بعد كده حمدين لما راح اتكلم في انترفيو ما قنعنيش خالص يعني بكلامه. على السيسي واضح هو هيعمل ايه، والله اعلم بقى يعني. ايه الحاجه الواضحه اللي السيسي قال انه هيعملها وكانت واضحه بالنسبه لك؟ واضح ان هو بيحب البلد وخايف عليها وعايز يعني يقومها يعني. صباحي عايز يعمل نفسه بقى انا بقى من زمان ومناضل بقى من ايام السادات والقصص بتاعته دي بقى له 20 سنه، والكلام اللي قلته من 20 سنه السيسي قاله وانا هعمل و. طب لو انت كنت عايز تعمل كان ممكن تعمل بقى، او لو انت نفسك قوي يعني كان ممكن يبقى على الاقل في الانترفيو بتاعتك ما تطلعش تشتم في السيسي يعني. بس زعلك لما حمدين شتم في السيسي؟ لا ده قله احترام، واحنا للاسف مش متعودين على الديمقراطيه، فكل واحد يعني لو انا بقول حمدين وانت بتقول السيسي ممكن تقلب عليا وتقاطعني. هو ده النظام في مصر. لكن عادي يعني انا اهلي هينتخبوا السيسي، لو انا انتخب لو حد تاني، لو بالنسبه لهم اي حد بعينهم انتخب حمدين يا نهار اسود ابني هقطعك يعني عادي يعني. لو يعني بس انا شايفه يعني لو هو هينتخب حمدين دي حاجه ترجع له يعني احسن ما يقطع خالص. البيت كله عند حضرتك هينتخب السيسي؟ ان شاء الله. انتوا كام حد في البيت؟ احنا كتير قوي يعني، خلي بالك في البيت عندي احنا 5 يعني. بسم الله ما شاء الله. العماره بقى كلها بتاع 20 واحد 3/4 السيسي بس. الف شكر لحضرتك، شكرا جزيلا.